خرافات في الجيم بارت 2. ما تسمعش كلام صاحبك الفورمة. بمعنى الوقت ده انا كنت بلعب تقريبا بقالي 4 سنين فورمة متواضعة، مش فورمة جامدة قوي يعني، بس فورمة متواضعة. ساعتها انا كنت بدي نصايح تقريبا لصحابي كلهم. يعني مفيش صاحب حابب ان هو ينزل الجيم، عايز ان هو يعمل دايت، عنده اصابة فلانية، عنده، ما بيجيش يسألني. وانا شبه الكلاون بروح ارد عليه، يا ظابط يا خابت. يعني يا ظابط والحوار ده نفع معاه ماشي، سواء ايا كان سؤاله. ما نفعش فهو بيتأذى، وغالبا بيفتكر ان الاذى ده منه هو، ان هو ما سمعش كلامي صح. بس انا اللي نصحته غلط. ليه؟ لان انا مش مدرب. ساعتها انا ما كنتش مدرب، انا كنت متدرب. انا كنت بلعب في الجيم، سواء كنت اشتركت مع مدرب قبل كده فخدت منه شوية خبرات، او عادي وبالحب والدنيا لذيذة، وبجرب في نفسي وبجرب في صحابي، بجرب في اي حد بيسألني سواء صحابي او اهلي. فما تسمعش كلام صاحبك، لان صاحبك غصب عنه ممكن يأذيك. هو مش قصده انه يأذيك، هو مش مؤذي. لكن صاحبك الجيماوي اللي مش مدرب ومش دارس ممكن يأذيك، لان هي مش مجرد نقطة يتفرج له على فيديوهين يوتيوب فهو كده اتعلم المجال كله، او ان هو بقى فورمه كويسه، او هو عرف يطبق الكلام ده على نفسه. مش لازم ان هو يعرف يطبق الكلام ده عليك انت. كل واحد مختلف عن التاني، كل جسم مختلف عن التاني. فبالتالي لازم لو عندك مشكله معينه روح اسال مدرب. الراجل ده يا جماعه ما تعبش على الفاضي. بمعنى يعني هو درس سنين. ما ينفعش تروح دلوقتي على قناه فتكات تعرف انت عندك مرض فلاني وتحدد العلاج بتاعه. طب والدكتور اللي درس 7 سنين ده ايه نظامه؟ هو مش ده دكتور تعب ودرس في حاجات قناة فتكات ما تعرفش عنها حاجة؟ فبالتالي نفس الكلام، صاحبك مش قاصد انه يأذيك، لكن هو ما درس اللي المدرب درسه، او ما خدش الخبرة الكافية اللي المدرب ده خدها. لو هو عرف يمرن نفسه فالمدرب ده مرن مئات لو ما كانش الافات غيره. فبالتالي المدرب شاف فئات ناس كتير بأحجام مختلفة بأهداف مختلفة، فبالتالي هيعرف يطبق النظام ده عليك. علم وخبرة. صاحبك ما عندوش لا العلم ولا الخبرة. ده لو صاحبك انت ممكن بقى تروح للأسف تسيب المدرب اللي واقف في الجيم وتسأل واحد تاني فورمة، عشان سبب ان الفورمة ده عنده عضلات اكبر من المدرب، او ناشف اكتر من المدرب. مش لازم يكون المدرب فورمة جامدة. هو مطلوب منه ان هو يكون فورمة الى حد ما، لكن هو مش لازم يكون فورمة جامدة. هو مش مطلوب منه انه يقف على مسرح مستر اولمبيا بكرة. مش مطلوب منه انه يقف على مسرح مستر اولمبيا بكرة. هو مطلوب منه انه يديك المعلومة الصح. فاعرف انت تسأل مين. ونصيحتي بقى الأخيرة للصاحب الفورمة، فأنا عارف إنك مش قاصد تأذي صاحبك ده، لكن حاول على قد ما تقدر تدي العيش لخبازه. لأن في نقطة أنت ممكن بعد ما تسمع الفيديو ده وعرفت اللي أنت بتعمله ده غلط تتحاسب بقى. أنت الأول ما كنتش عارف إن اللي بتعمله ده غلط، مش قاصد أذي صاحبي، فأنا عندي معلومات شايفها أنت كافية، فبالتالي عايز تقدمها لصاحبك ده. دلوقتي أنت عرفت إن المعلومات اللي عندك دي مش كافية. أنت مش مدرب، مش دارس، ما عندكش خبرة. فبالتالي أنت لو نصحت صاحبك فبالتالي انت لو نصحت صاحبك واتأذى بسببك، انت اللي هتشيل ذنبه، لانك دلوقتي عارف. بس يا معلم، خد بوسه.